اهلا بيكم في فيديو جديد. بقالنا كتير جدا ما عملناش فيديوهات وراجعين اهو بفيديو قوي، وبصراحه قلت اغير شويه عن مراجعات الموبايلات ونعمل حاجه جديده. والحاجه اللي هتكلم عليها النهارده وهي حاجه اول مره نتكلم عليها في الشانل بتاعتنا هنا، وهي تيلدا كارد. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدم على تيلدا كارد وازاي تستلمها، وكمان ازاي تاكتف الكارد ده على الموبايل، وكمان هقول لك على ايه اكتر المميزات اللي بتاخدها مع الكارد ده، وايه اللي ممكن يميزه ما يخليكش تروح تجيب اي كارد تاني وتجيب الكارد ده. ولو بس انا ليه بقول كارد مش فيزا، لان ده كارت من ماستر كارد مش فيزا. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجه علشان تقدم على الكارت ده هو ان انت تنزل تطبيق تيلدا، والتقديم عليها بيبقى بالتليفون والبطاقه. يعني كل اللي انت بتعمله ان انت بتحط تليفونك وبتصور بطاقه وش وظهر، وطبعا بتعمل باسورد للبرنامج بتاع تيلدا، لان ده البرنامج اللي هيكون عليه رصيدك اللي موجود في الكارت، وكمان كل التعاملات اللي حصلت على الكارت ده. وكمان بتحدد البلد بتاعتك والمنطقه والمحافظه والكلام ده كله، علشان لو انت عايز الكارت يجي لك لحد البيت. بس ده طبعا هياخد وقت طويل جدا عبال ما يجي لك، يعني ممكن ياخد مثلا شهر. فطبعا هنستلمه ازاي؟ هنروح احنا نجيبه من البنك. طيب اول حاجه عايز اقول لك عليها ان شركه تيلدا متعاونه مع بنك القاهره. ده غير كمان عايز اقول لك ان الكارت ده بالكامل افتراضي على الانترنت، يعني مش لازم يكون عندك حساب مثلا في بنك القاهره اللي هو متعاون مع شركه تيلدا علشان تقدر تستلم الكارت. الكارت ده حساب بنكي افتراضي بالكامل. طيب اللي بيحصل بعد ما انت تقدم على الكارت ده ان انت بتستنى عدد من الناس بيكونوا مقدمين قبليك، وبيكون دورهم جاي ان هم يستلموا. يعني مثلا ممكن يكون قدامك 90,000 واحد هيستلموا قبليك، فانت ممكن تسجل التسجيل العادي ده، ومثلا بعد اسبوع هيجي لك رساله يقول لك ان الكارت بتاعك جاهز ان انت تروح تستلمه. ده في الحاله الاولى، وهيقول لك تشوف ايه اقرب فرع بنك القاهره بالنسبه لك تروح تستلم منه، او فروع اون ذا ران، وبتروح تستلم الكارت من غير اي فلوس. في الحاله الثانيه بقى هو ان انت تخش تقدم على الكارت ده، بس مش تخش تقدم عادي على التطبيق. اللي انا اقصده ان يكون في واحد صاحبك مثلا عمل قبل كده الكارت ده، ولما بيأكتف الكارت بتاعه بيكون عنده حاجه اسمها جولدن تيكت، والجولدن تيكت ده لو بعتهولك تقدر ان انت تروح تستلم على طول الكارت بتاعك من غير ما تستنى اي حد. وبرده نفس الموضوع بعد ما انت تستلم الكارت بتاعك بيكون ليك برده جولدن تيكت، وتقدر انت تديه لحد من صحابك او حد من عيلتك برده يعمل نفس الموضوع. تعالى بقى نعمل انبوكسنج للظرف اللي جاي فيه تيلدا كارد ونشوف ايه المحتويات اللي فيه. اول حاجه هو بيبقى ظرف ابيض، وبعد كده بتيجي تفتحه بتلاقي جوه الظرف ده ظرف تاني اسود، وده يعتبر احسن حاجه حصلت اكتر كمان من الكارت. زي ما انت شايف بيتفتح من الجنب كده، واصلا انت ممكن تلعب بيه. المهم هتفتح الظرف الاسود ده وهتلاقي جواه الكارت بتاعك. طبعا باين جدا شكل الكارت ان هو شكله جامد جدا، واحلى حاجه ان الارقام كلها في الظهر، وبصراحه شكل الكارت ده روعه. المهم ان انت بعد ما تستلم الكارت ده لازم تاكتفه. اول حاجه هيجي لك رساله على التليفون ان انت تخش تاكتف البطاقه بتاعتك او الكارت بتاعك. فكل اللي انت هتعمله انت هتخش على تطبيق تيلدا، في حاجه اسمها اكتف كود بيبقى موجود على الظهر بتاع الكارت. الكود انت بتاخده وبتحطه في التطبيق، بعد كده بتكتب اخر 4 ارقام من 16 رقم الموجودين برده على الظهر، وهتستنى بتاع 3 دقايق او 5 دقايق، وهيكون كده الكارت بتاعك اتاكتف على التطبيق، وبيكون عليه الرصيد بتاعك، وبيكون عليه كل التعاملات اللي حصلت. تعالى بقى نعرف ايه المميزات اللي بيقدمه الكارت ده. اول حاجه وهي الامان في الشراء الاونلاين. الكارت ده امن جدا في الشراء الاونلاين، يعتبر من اكتر الكروت الامن جدا في الشراء الاونلاين. تاني حاجه وان انت تقدر تتعامل بيه في اي دوله في العالم، يعني التعامل بتاعه مش محلي بس، مش في مصر بس، في اي دوله ثانيه. وكمان تالت ميزه ان انت بتقدم عليه وبتستلمه من غير ما تدفع اي فلوس، غير كمان مفيش اي مصاريف شهريه ولا سنويه ولا حتى لما تيجي تجدد الكارت. ميزه كمان في الكارت ده ان انت كل تعاملاتك وكل الرصيد بتاعك بيبقى موجود على الموبايل بتاعك وتتحكم فيه. طيب خلينا نشوف بقى ايه اللي ممكن تعمله بتطبيق تيلدا. اول حاجه بتقدر تشوف من عليه الرصيد بتاعك وكل التعاملات اللي حصلت على الكارت ده. كمان تقدر من التطبيق ان انت تضيف فلوس للكارت او ان انت تبعت لحد فلوس. اول حاجه تضيف ازاي فلوس في الكارت؟ اول طريقه وهي عن طريق تحويل بنكي، يعني حساب بنكي تاني يبعت لك فلوس. وتاني حاجه انت تضيف فلوس عن طريق فوري. وتالت حاجه ان انت تبعت ريكويست لحد من صحابك على التطبيق يكون معاه نفس الفيزا وهيبعت لك فلوس عليه. وبرده لو عايز تبعت فلوس لحد من اصحابك مثلا معاه نفس الفيزا بتاعتك، نفس الموضوع برده من التطبيق بتبعت له. طيب ازاي بقى تسحب فلوس من الكارت ده؟ من اي مكنه ATM، والعموله عليها بتبقى 5 جنيه. يعني مثلا لو سحبت 10000 جنيه برده بياخد 5 جنيه. وكمان لو سحبت فلوس من مكنه ATM بس بره مصر بياخد 30 جنيه زائد 3% من المبلغ اللي انت بتسحبه. طيب كمان في ايه في التطبيق؟ بتلاقي في خانه موجود فيها، بتلاقي خانه فيها شويه اختيارات، فيها مثلا ان انت تقفل الكارت بتاعك او تقفل التعامل على الكارت بتاعك لو مثلا ضاع منك او اتسرق. وكمان لو الكارت بتاعك اتكسر مثلا او ضاع او اتسرق ممكن تطلب من التطبيق ان انت تطلع كارت جديد. برضه عايز اقول لك ان الكارت ده تقدر تتعامل بيه اونلاين مثلا في اعلانات فيسبوك او اعلانات اليوتيوب اللي هي جوجل ادسنس، وكمان تقدر تتعامل بيها في الالعاب مثلا او نتفليكس او الحاجات دي كلها. كمان تقدر تربطها على باي بال، بس لحد دلوقتي ما تقدرش تربطها بجوجل بلاي. وبس كده يعتبر غطينا كل المميزات بتاعه الكارت ده وكل التفاصيل بتاعتها، وان شاء الله الفتره الجايه نحاول نعمل فيديوهات كتير. بس كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.